يا صباح الخير، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. انا رانيا من قناة رانيا ستايل. لو اول مرة بتشوفيني متنسيش تعملي لايك للفيديو واشتراك في القناة، تفعلي الجرس عشان توصلك كل الفيديوهات الجديدة. شايفين بقى الجمال اللي قدامنا ده؟ دي عجيبة، شاطئ عجيبة هنا في مرسى مطروح. انا قلت بقى بما ان الدنيا لسه مش بتشتي والجو حلو وانزل شوية بقى من ايام الصيف. بصوا بقى الجمال دوت، شايفين دي كده ربوة عجيبة او الهضبة اللي هي في وشكوا دي. وبعد كده بقى ده المية طبعا عجيبة معروفة، يعني ان مش محدش بينزل فيها كتير. لكن لما بننزل على على الشط من بره خالص كده زي ما انتوا شايفين الناس، او بتقفي تصوري فوق الهضبة او كده. بس لكن زي ما انتوا بقى شايفين كده، دي كده من اجواء الصيف. شايفين؟ بصوا بقى الجمال ده، شايفين قد ايه المنظر تحفة. المية صافية نقية عاملة زي الكريستال. بجد يا جماعة، ان شاء الله لما تيجوا مرسى مطروح، الناس اللي بتحب من عشاق مرسى مطروح طبعا هيستمتعوا جدا 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 على الطبيعة اكتر طبعا من الفيديو ده، بجمال شاطئ عجيبة. ده طبعا معروف هنا في مطروح. هو ابعد من مطروح بمسافة كبيرة جدا، لكن الناس بتروحوا علشان الجمال اللي انتوا شايفينه دوت. بصوا بقى منظر المية. الجزء بقى الاول اللي الناس نازله فيه ده هو دوت اللي بيتنزل فيه، لكن بعد كده طبعا يعني بيكون الامواج عاليه وبيكون البحر غريق. فما ينفعش طبعا حد ينزل اكتر من كده، لان معروف شواطئ يعني كم شاطئ في مطروح هنا بيكون مفتوح، بحر مفتوح. فما ينفعش طبعا النزول فيه بسهوله كده. هنا طبعا عندنا مثلا زي شواطئ الغرام، شاطئ الغرام، شاطئ عجيبة وكليوباترا. دول كده مينفعش خالص النزول فيهم لجوه، يعني تغوط جوه، علشان طبعا زي ما قلتلكوا ده بحر مفتوح. بصوا بقى شايفين كده المية عاملة ازاي؟ بجد هي يعني رهيبة يعني. مش عايزه اقول لكم، لو حطيتي ايدك كده من تحت الميه هتلاقي ايدك زهره من كتر نقاء وصفاء الميه. بسم الله ما شاء الله. طبعا اللي جه مطروح عارف قد ايه الميه جميله، قد ايه نقيه. وقد ايه طبعا بحر مطروح من البحار النظيفه اللي هي مش ملوثه مثلا بحاجه او كده. ودايما طبعا يعني بيقصدها كتير من الزوار يعني، كل طبعا البلاد ومن كل الدول ومن العالم كله. شايفين بقى جمال صخرة عجيبة عاملة ازاي؟ اوريكم بقى جمال المية كده والصفاء والنقاء والحاجات الجميلة دي. حاجة كده مريحة للأعصاب الصراحة. وعلى فكرة احنا هم موجودين في مطروح، لكن والله يعني الشواطئ دي احنا مش بنروحها لأنها بعيدة جدا، بتحتاج لمواصلة، بتحتاج يعني انك تطلعي من بدري قوي، علشان طبعا الشاطئ ده بيقفل بدري، يعني مش زي الشواطئ التانية. بتحتاجي تاخدي معاكي كل حاجتك، عشان طبعا هناك مش بيكون في حاجات يعني متوفرة في الأكل والشرب وكده، لأن طبعا الأسعار بتكون أسعار سياحية شوية، لكن انتي بتاخدي حاجتك معاكي. طبعا يعني مش ما ينفعش تطلعي لوحدك كده، تبقى عايزة تنظمي رحلة مع ناس، مع أصدقائك، مع قرايبك. كده يعني، علشان طبعا لما تطلعي لوحدك مش هيكون ليها مش ممتعة قوي. لان طبعا زي ما قلت لكم المسافه بعيده جدا، وبتحتاج زي تبقى رحله كده. بس كده بوريكم بقى الميه الجميله دي. بسيبكم بقى تستمتعوا كده مع الفيديو. وكمان في نص الفيديو كده هوريكم شارع اسكندريه. بوريهولكوا بقى في الشتاء عامل ازاي، ومفيش بقى مصيفين ولا في حاجه والدنيا هاديه. دول كده يعتبروا اهل البلد، يعني مننا فينا كده، مفيش ناس غريبه كتير. هنا كده من بداية شارع اسكندرية اهو، داخلين كده على نجمة مطروح. ده كده في نص الشارع او في اول الشارع، يعتبر لسه في اول الشارع، يعني عدينا منه جزء بسيط قوي. هنبدأ بقى ندخل اهوت على المحلات بقى والاماكن اللي احنا بنتمشى فيها في شارع اسكندرية. المحلات بقى الاحذية، محلات الشنط، العطارة، العاب الاطفال، كل الحاجات دي. بصوا هنا كده اهو، ده محل للشنط.
في كمان ملابس بقى شبابي، ملابس حريمي، في بقى كل ما تتخيلوه طول ما انتم ماشيين في شارع اسكندرية. ده اكبر شارع هنا في مطروح، واهم شارع، شارع رئيسي، وطبعا كل الشوارع بقى بتتفرع منه. هنا بقى شايفين اهو كده، هنا دي عصاير مكة اهي. وهوريكم دلوقتي بصوا شايفين قد ايه ده كوفي شوب جالون. بصوا ده في نص شارع اسكندرية بالظبط. بعد كده بقى ندخل على بقالة بدر، دي برضو بقالة كبيرة. بعد كده بقى في ديفيليه، وفي بقى محلات كتيرة للملابس. هنا بقى داخلين على كشري هند مطروح برضو. وهنا بقى بلبن وبسبوسة وهريسة بقى وفنادق بقى في اخر كده. احنا في اخر الكورنيش خالص، داخلين على المحافظة خلاص اهي. دي المحافظة اهي اللي في وشكم. وبعد كده هنلف بقى كده وندخل من جنب المستشفى العسكري، برضو شارع جانبي بيطلع على شوارع تانية يعني. بصوا كده اهي، دي المستشفى اهي. هتيجي دلوقتي المستشفى اهي، المستشفى العسكري اهي، هي دي. بصوا شايفين بقى الجمال. هنا داخلين على الاتصالات اللي هو السنترال، اللي هو بتشوفوا فيه التليفونات وكده. بس كده خلاص يعني. هنا بس كده راجعين تاني برضو من شوارع جانبية بعيد عن شارع اسكندرية خالص. ده يعتبر اسمه شارع مراد. بصوا كده اهو، نتفرج كده مع بعض على حمو التمساح ده صح للناس اللي بتحب تيجي مطروح. دوت بتاع اسماك. بصوا كده ده بقى اللي هو المطعم بتاع الاسماك بيبقى ده اكبر مطعم في مطروح هنا، ودايما الناس بتيجي تاكل فيه وكده. معروف حمو التمساح يعني. زي ما قلت لكم ده في شارع مراد. وهندخل دلوقتي على اول الشارع بقى كده. في طبعا بقى مصالح حكومية كتير، دي مدرسة اهي. وفي كمان بعدها مركز التخصصي للأطفال وطب الأطفال. وهنا بقى ايه محمصات النصر بقى كلها بأنواعها بقى. شايفينها اهي محمصة النصر دي، بس دي مش الأصلية يا جماعة، في كذا محمصة، دي مش النصر الأصلية. هبقى برضو اصور لكم ان شاء الله كده يعني جولة في المحمصات يعني. طبعا هنا بصوا في الناحية التانية كده على اليمين في التكية دوت بتاع بيتزا، برضو مشهور قوي هنا. هنا بقى دي منتجات سيوة اهي. اهي النصر الأصلية شايفينها اهي، دي اللي عليها زحمة دي، هي دي النصر الأصلية. يبقى منتجات سيوة بقى وبازارات بقى. بازار شالي، انا عامله لكم ريفيو عن بازار شالي، اللي عايز يدخل يتفرج عليه هتلاقوا فيه كل حاجه عن سيوه وعن منتجات مطروح والتمور. وهتلاقوا فيه مربى الزيتون ومربى الكركديه ونعناع وصابون للشعر وصابون للبشره وشنط يدوي وهاند ميد وحاجات بالخيوط وحاجات تحفه بمعنى كلمه تحفه، مش هتشوفوها غير في البازار ده فعلا حقيقي. اللي مجاش مطروح يدخل يتفرج على البازار ده، اسمه بازار سيوة شالي هنا في مرسى مطروح. اتفرجوا بقى على الحاجات الجميلة اللي جواه وكده، وسيبولي كومنت حلو كده. يا رب يكون بقى الفيديو عجبكم، كان بسيط وخفيف عليكم، واشوفكم دايما على خير. ما تنسوش اللايك والاشتراك وتفعلوا الجرس عشان كل الفيديوهات توصل لكم. واشوفكم دايما على خير يا جماعة، وسلام.